تحب حفاضة جود كير؟ الضحكة دي يا الناس وكوتي كوتي يا خلاصو. حفاضة جود كير في التوفير هي أساسه، وفيها زيت زيتون يحميه بشرته من ساسه لراسه. كوتي كوتي جود كير، حفاضة جود كير، كوتي كوتي جود كير. عندك حفاظة زي دي ومقطوعة من هنا كده وفيها غلطة. طب هنعمل ايه؟ نرميها؟ لا مش هنرميها، هنجيب الابرة والخيط كده، نجيب الابرة والخيط كده بالشكل ده وخيطيها. حرام ترميها ليه؟ كده اهو بقت ملزوقة، مبقاش فيها اي حاجة خالص اهو. تلضميها خلصت على كده اهي، تمام. هنجيب بقى البامبرز كده ونجيب زيت زيتون، وزيت زيتون ندفيه شويه على النار ونحطه كده على البامبرز ده. بقى ليه؟ زمان بقى تيتا وجدو والناس كده بتوع زمان القديمه ستي وستك والناس القديمه دي ما كانش بقى بتجيب البامبرز، ما كانش فيه بقى الكلام ده اصلا. كان بيجيبوا الجرايد ماشي ويحطوا عليها كده زيت زيتون، وزي حفاظة جود كير كده بنحط فيها زيت زيتون، بيجيبوه بقى كده ويروح لافين بيه الوسط كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. كده اهو بالشكل ده، تمام. بيتلف كده على البطن وعلى الصدر. في الشتاء بقى الطفل ايه عافاهم الله، الاطفال بتتعب وصدرها بيقعد يشخلل كده، فالطريقه دي كده مش هيخليه يتعب وهيحميه وهيدفيه. ولو تعبان مفيش يوم هتلاقيه بقى كويس جدا. دي كده بديل للجرايد والحاجات اللي كانوا بيستخدموها زمان، تمام. دي ايه تاني فكره معانا. طيب ايه تاني ممكن نعمله بالبامبرز بتاعنا؟ هقولك. في المصيف بقى، طبعا احنا دلوقتي في جو المصايف. في المصيف بقى لما يجي ابنك ينزل البحر، بيبقى بيملى ده بيتملي من ميه البحر، بيبقى تقيل، بيبقى حاسس ان هو شايل هم كده، شايل حاجه تقيله. طب احنا نعمل ايه بقى عشان طفلنا يستمتع كده بالبحر وما يحسش ان هو شايل حاجه تقيله؟ هقولك. تمسكي كده بمبزايه كده، تقطعيها وتشيلي منها، هو دوت الماده دي اللي بتملى ميه وبتكلكع معاكي، فنروح شايلينها كده. هنا بقى طب اللي احنا بنشيله ده هنرميه؟ لا مش هنرميه، هنعمل بيه حيلتين مش حيله واحده. هنعمل بيه سلايم وهنعمل بيه برضو حيله جميله في اخر الفيديو، تابع معانا الفيديو للاخر. هنشيله بقى كده بالشكل ده، يعني انت فهمتي الفكره ماشي؟ احنا فهمنا كده الفكره خلاص، تمام. اهو فضينا كده الحمل على ابننا، مش هيغرقه ولا اي حاجه، وكده كده هيغرق في البحر اساسا يعني بعد الشهر، يعني قصدي يعني هيتملي ميه، تمام. بس ان هو يبقى ايه محافظ على لبسه وعلى حاجته. خففناه كده بالشكل اللي انت شايفاه ده، تمام. دي كانت ايه الفكره التانية معانا، والتالتة تبقى عدوا براحتكم. طيب ايه تاني؟ طب لو عندك حفاظه بايظه بالشكل ده خلاص ما فيهاش ايه البتاعه دي بتاعتنا، طب نعمل ايه؟ هنرميها؟ لا مش هنرميها، هنجيبها كده لفوق، نجيبي كده مقص تقص الجزء اللي فوق ده. طب احنا خلاص كده احنا ايه استخدمناها او ان هي بايظه، هنجيب كده الجزء ده كده نقصه، او انت لو لبس ابنك لسه لابسه ومش وسخ خالص ونضيف وحابه تغيرهوله، ما ترميش الجزء اللي فوق ده. الجزء اللي فوق ده كنز يا جماعه، كنز. بصوا اقولك تعملي ايه وانتي ملبساه بقى البامبرز، اعتبري ده بامبرز سليم ماشي، خليكي معايا. اكنه ده كده لابسه، تمام. هو بقى ايه من نوع ان هو البامبرز عنده بيسرب، طيب، او ان هو بقى يعني ايه ما شاء الله بيعمل حمام كتير ف البامبرز بيسرب. هتروحي جايبه دي بقى كده اهو، تمام، وتروحي حطها كده، هي بايظه اهي بس طبعا اللي تحتيها سليمه، هتروحي حطها كده معاها ولازقاها، جيبي الناحيه التانية كده ولازقاها بكده، انتي قفلتيها كده من كل الجوانب، تمام.
ومن ورا كده اهو بصوا، واحده على واحده كده حميش ظهره. لو سرب، لو طلع شويه ميه، محتاجتريش بقى ان انت تلبسيه تاني فانيلات ولا تغيري له تاني. فدي برضو كانت حيله معانا، يا رب تكونوا استفدتش منها. طيب نيجي بقى ايه للناس اللي بتتزنق بالليل وممكن البامبرز يخلص منها ومتبقاش عارفه تعمل ايه، ولا عارفه تلاقي حد يجيب لها. تقعد تتحايل على بنتها الكبيره، يا بنتي انزلي جيبي لي بامبرز، تقول لها لا يا ماما مش قادره. طب نعمل ايه؟ جيبي فوطه قطن وتحطيها جوه البامبرزايه كده، تمام؟ حتى لو هو مليان معلش استحملي، سيبيه بس ينشف كده. دي بقى طبعا مش بحبذها خالص ولا بفضلها، لان طبعا بتبقى فيها بكتيريا. بس هنعمل ايه؟ تمام، هنحط بقى ايه فيها فوطه كده قطن، تمام، نقفلها ونخيطها كده بالخيط ونلبسه لحد الصبح بس ايه كده، تمام. طيب الحيله بقى الاخيره معانا، ودي حيله مضحكه شويه. لو حابه تتلجي ازازه ميه في دقيقه بره التلاجة تعملي ايه؟ دي حيله كده ممكن تعمليها في اي حد من صحابك او في ولادك كده، بس متخلوش يشوف ايه الكميه اللي احنا هنحطها. دي الكميه اللي طلعناها من البامبرز، طبعا هي مش كلها، احنا طلعنا حبه. تمسكي اللي هو الماده اللي جوه دي تفركيها. البامبرز يكون بايظ خالص عندك بقى متبهدل مش هينفع حاجه، فاعملي الحيله دي، تمام. هنحط دلوقتي الميه، نحط كده الميه، تمام. تمام كده اهو، وتروحي ايه سايباها كده دقيقه، ربها بس كده خلاص، وتسيبيها كده شويه هتتلج معاكي، هتعمل اكنها تلج. هنسيبها كده ونشوف. بصوا يا حبايبي، اهي الكوته اللي هي البلورات، مش عارفه انتوا شايفينها ولا لا، اهي بدات تدخل معانا. هتسيبيها شويه هتعمل معاكي زي الجيلي. بس دي كده حيله مضحكه ممكن تعمليها لولادك. لو لسه بقى مكمله الفيديو معايا لحد الاخر، يا رب يكون استفدتوا من الفيديو، واشتراك ولايك لأول مرة تشوفوني وتعرفوني من اي بلد بتشاهدوا الفيديو. ويا رب كل اللي يعمل اشتراك ولايك ربنا يوفقه يا رب ويحقق كل نفسه فيه. وبشكر جدا للقنوات الداعمة لقناتي، وربنا يديهم الود والتواصل بينا يا رب، وننجح كلنا مع بعض ونكبر ونبقى من القنوات الكبيرة. كل واحد بيتعب ان شاء الله هيلاقي تعبه، وهيلاقي ربنا يجازيه ان شاء الله خير. مفيش حد بيتعب وربنا ما بينساه. اشتراك ولايك ومع السلامة.